لو مش بتحب القرنبيط او في حد عندك في البيت مش بياكله، النهارده هخليكي تعمليه بطريقه حلوه جدا من غير ما نقليه في الزيت وياخد كميه زيت كبيره زي ما بيحصل دايما. وتعالى اقولك ازاي تنقي القرنبيط بطريقه صحيحه. طبعا لازم يكون طازه، وتكون القرنبيطه ماسكه كده في بعضها وما فيهاش اي فراغات، وتكون لازقه في بعضها كده. نبتدي نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونغسلها كويس جدا تحت الحنفيه بميه كتير. وبعد كده هنصفيها من الميه ونروح على البوتاجاز، هنحط حله ونسخن فيها ميه، ولما تغلي الميه هنحط فيها ملح وكمون. وبعد كده نبتدي ننزل بزهرات القرنبيط بالشكل ده، ونتاكد ان الميه غمراهم، يعني الميه واصله لكل قطعه في القرنبيط. واول ما نتاكد ان هو استوى نشيله على طول من الميه دي ونحطه في مصفى عشان ينزل اي ميه زياده فيه. درجه السوا مش هتفرق كتير لان احنا لسه هنكمل تسويته. هجيبه هكسره بالسكينه بالشكل ده، انا مش عايزاه يتهرس. يعني كان ممكن اجيب هرسة البطاطس وهرسه، بس انا مش عايزه كده، انا عايزاه يتكسر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ويبقى فيه قطع باينه كده. هنجيب بقى صينيه هتدخل الفرن مقاس 28 او 30، طبعا على قد حجم القرنبيطه كمان. هندهنها بالزيت بالشكل ده، وننزل فيها بالقرنبيط اللي احنا كسرناه بالسكينه او قطعناه قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى نجهز اهم خطوه. في طبق غويط هنحط 3 بيضات، هنقلبهم كويس جدا ونحط عليهم كوبايه من الحليب ونقلب كويس جدا. هنحط كمان خضرة بقدونس وشبت، هنحط توم وهنحط فلفل حامي، وهنحط شوية ملح، وهنحط بقى نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة من الفلفل الأسود، وأنا بستخدم بهارات برافا. هنقلب بقى كل ده كويس جدا لغاية ما القوام كده يتجانس مع بعضه. هنحط بقى كوباية من الدقيق بس بالتدريج، هنحط شوية بشوية زي ما انتوا شايفين، بس أنا هاخد كل كوباية الدقيق عادي. هحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلب كويس جدا. خطوة كمان بسيطة هنعملها بتخلي لونه حلو قوي، رشة بسيطة من الكركم بتفرق جامد في لون الصينية لما تطلع من الفرن. خلاص عملنا الخليط ده هنحطه على القرنبيط اللي احنا قطعناه بالسكينة قطع صغيرة. هنقلب كل ده كويس جدا، وبكده يبقى عملنا عجة قرنبيط حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. هندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، بتاخد حوالي نص ساعة ل 45 دقيقة، وبتكون اتحمرت زي ما انتوا شايفين كده من فوق ومن تحت. اول ما بتخرج بنحط لها مسحة بسيطة من الزبدة، وزي ما انتوا شايفين انا ما حطيتش اي مادة دهنية جوه العجينة. وبعدين بعد ما تهدى خالص هبتدي اقطعها بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين اصلا شكلها يجوع وشكلها يفتح النفس. العجة دي جميلة جدا، تتاكل ساقعة وتتاكل سخنة، بجد طعمها حلو قوي. وما شاء الله عملنا صينية كبيرة من قرنبيطة واحدة يعتبر، وثلاث بيضات وكوباية حليب. كلام فارغ، حاجات بسيطة قوي تنفع للغدا او للعشاء. جربيها، ولادك هتعجبهم جدا وهياكلوها وهيطلبوها منك كمان، وبألف هنا عجينة. وبعدين بعد ما تهدى خالص هبتدي اقطعها بالشكل ده، زي ما انتم شايفين اصلا شكلها يجوع وشكلها يفتح النفس. العجة دي جميلة جدا، تتاكل ساقعة وتتاكل سخنة، بجد طعمها حلو قوي. وما شاء الله عملنا صينية كبيرة من قرنبيطة واحدة يعتبر، وثلاث بيضات وكوباية حليب. كلام فارغ، حاجات بسيطة قوي تنفع للغدا او للعشاء. جربيها، ولادك هتعجبهم جدا وهياكلوها وهيطلبوها منك كمان، وبألف هنا.